مشكورا الأستاذ أسامة على هذه الهدية. الخط الحجازي، حدثنا عن هذا الكتاب. أهلا وسهلا دكتور يوسف، حقيقة سعيدين بلقائك وسعيدين بهذه الفرصة المباركة على هامش ختام المسابقة الدولية لفن الخط العربي في الدوحة قطر. وهذا الكتاب حقيقة كتاب الخط الحجازي هو أول كتاب في بابه يرسخ ويؤكد على أهمية ودور ونظرية الخط الحجازي بكونه أول الخطوط العربية في الفترة الإسلامية، وهو الخط الذي تولدت عنه ما يعرف الأقلام الموزونة التي هي أساس الأقلام المنسوبة التي نكتب بها اليوم. هذا الخط الحقيقة جاء في رفوف فارغة من الكتب التي كتبت في هذا الشأن تحديدا، وكانت رسالة حقيقة هي تحريك الماء الراكد وإعادة المياه إلى مجاريها، وإعادة المسميات إلى تسمياتها الصحيحة والمصطلحات إلى مكانتها الصحيحة، يعني دحض أو رد أو نقد ولنقل بعض النظريات التي جاءت في شأن الخط الحجازي والخط الكوفي والقلم الجليل وكثير هذه المسميات التي ورثناها كتركة عن تراث المكتوب، التراث العربي في ما يتعلق بالإنشاء والكتابة والخط ونحو ذلك. جميل. ما هو الجديد الذي يقدمه هذا الكتاب، ويعني تعتقد أنه إبداع أو ابتكار أو فكرة استنتجتها واستخلصتها ما أحد وصل إليها قبلك؟ الحمد لله الكتاب بكافة فصوله ومباحثه هو فكرة جديدة، لم يطرق هذا الموضوع بالبحث. فالجامعات والأقسام العلمية في الجامعات لا تكاد تتطرق لهذا الموضوع، وإن تطرقت له فتتطرق للجوانب الفنية الصرفة، الملامح الكتابية والسمات وكذا، وهذه معلومة عند الجميع ليست سرا يعني. لكن هذا الكتاب يقدم دراسة علمية، دراسة نظرية، ودراسة تطبيقية. دراسة تطبيقية هذه أخذت عليها يعني ما يعني يربو عن 4 سنوات من عمل متواصل في عدة مواقع بين مكة والمدينة والطائف وتبوك والعلا والحجر وكافة سلسلة جبال السروات التي هي الوعاء الذي حمل هذه النقوش. بناء على هذا المحصول الكبير من النقوش الصخرية الإسلامية التي تحتوي على هذه النقوش، استخرجنا هذه النقوش وهذه الكتابات وقدمنا لها دراسة في سياقها التاريخي، ونظرية أيضا في سياقها العلمي والجغرافي، ثم قدمنا لها دراسة لملامح هذا الخط وأساسياته، إضافة إلى الدراسة التي حصلت على محاولة تناول كل ما جاء عن الخط الحجازي إما تصريحا أو تعريضا في كتب الرحالة أو العلماء أو المؤرخين المتقدمين من المسلمين والمتأخرين من المستشرقين وغيرهم. جميل. يعني هذا الكتاب ليس فقط يعتمد على الوثائق التاريخية أو الكتب التي تؤرخ للخطوط، وإنما هو يعتمد على النقوش ودراسة ميدانية، ويعني وهذه هي قوة هذا البحث. نعم، البحث ولله الحمد لم يعتمد اعتمادا كليا فلنقل على المصادر العلمية المعروفة، كتب التراث الإسلامي أو كتب التاريخ وغيره، وإنما اعتمد بنسبة لا تقل عن 70% على ما يتعلق بالنزول الميداني ومعاينة النقوش أيا كان مكانها وأيا كان موضعها في الجزيرة العربية بمختلف يعني مواقعها وأماكنها. ثم بعد ذلك تم دراسة لكل نقش وعمل ولنقل قاعدة بيانات لهذا النقش والنص الذي فيه، وإن استطعنا أن نصل لمن كتبه وبماذا أرخه، هل هو مؤرخ أو غير مؤرخ. كل هذه الدراسات هي قاعدة بيانات ضخمة لا يحتملها الكتاب، وإنما وضعنا منها يعني تقريبا 15 إلى 20% من هذه المعلومات في الدراسة النظرية في الشق الثاني من الكتاب. جميل جدا، مجهود مبارك إن شاء الله. الله يحفظك. يا رب يكتب لك أجره ويكون يعني بوابة للابتكار في عالم الخط العربي. اللهم آمين. شكرا لكم يا مشكور دكتور، أستاذ حفظكم الله. أسامة، أهلا ربي وسهلا يحفظك. بكم، مرحبا.